الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. حطوا لايك للفيديو، كومنتاتكم الحلوه الجميله اللي بتسعدنا كده وبتكبر بخاطرنا وتخلينا كده نكمل. طبعا انت اول الاستفتاح بقى ايه؟ قلت يا بنت يا زاهيه اغسلي البوتاجاز من بره ومن جوه وخليه زي الفل. استنوا كده بقى ما نشوف البتاع دي بتتفتح ازاي ولا يوسف. حطوا لايك بقى يا ولاد، حطوا لايك اهو. هنمسك بقى، جبت الاستريس ده، ستريس صح، ستريس اهو. جبناه بقى ايه علشان الدهون اللي في قلب الحوامل بتاعه البوتاجاز. وعندنا حبه شغل حلو كده يا جماعه الخير، قلت ابدا معاكم البوتاجاز ده والكوش وكله اخليه زي الفل. لان انا مهما اغسل الكوش اللي هي الظهر ده اهي بيبقى لازق فيها برده الدهون. قلت لا والله بقى ايه ده، انا هعملك شغلتي النهارده اخليك زي الفل. ببقى اغسلك على الماشي كده، قلت لا اعمل له تنظيفه كده كويسه بنت ناس اهو، ومن بره ومن جوه، ونخلي البوتاجاز بتاعنا ده عسل عسل عسل. حط لايك بقى للتشجيع بتاعت بقى ايه، خلينا نتشجع كده معاكم اهو. نمسك بقى البوتاجاز من جوه برضو، همسكه ايه اعمله كده بنفس الطريقه اهو. استنى كده، في حاجه تانية بتبخ اكتر من كده ولا ايه ده؟ لا هي دي. شايفين برضو البوتاجاز من جوه عامل ازاي؟ هنمسك برضو كده ايه، نبخ عليه كده ايه، نرش نرش عليه كده ايه علشان ننضف برضو الفرن ونخليه زي الفل اهو. طبعا بقى لو في دق يا جماعه الخير او في صوت معلش بقى ايه، علشان في شغل عندنا فوق. تمام، انا قلت بقى انضف البوتاجاز واعمل لكم روتين كده حلو قبل ما نعمل ايه، قبل ما نعمل الغدا. طبعا انا هسيب بقى البوتاجاز ده كده الدهون بقى تفك كده براحتها بعد الرشه المحترمه اللي احنا عملناها دي. وتعالوا بقى يا حبايب قلبي، انا هسيب البوتاجاز ده حوالي كده ايه 10 دقايق مع نفسه علشان لما تيجي تغسليه يبقى سهل معاكي اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بقى. طبعا حبايب قلبي هسيب بقى ايه، هنسيب البوتاجاز ده حوالي 10 دقايق لحد ما كل الدهون اللي عليه دي تفك خالص بعد ما احنا رشناه. وتعالوا بقى نعمل روتين حلو كده برضو ايه في الحمام، ننضفه. من زمان ما عملتلكوش في روتين، ننضفه بالمره كده على ما كل الدهون اللي هنا دي كلها يا جماعه الخير ايه تفك كده وتسيبوا الفرن كمان. شايفين بدات النتيجه تبان؟ شايفين اهو. تمام، يلا تعالوا بقى. طبعا بقى بعد ما انا نظفت بقى الشباك قلت اعمل الباب. وعلى فكره بقى نصيحه من اختي ليكوا بقى وعن تجربه، اللي بيجدد بيته او اللي بيبني جديد او اللي بيجوز بناته او ولاده، يا ريت ما تعملوش الباب بتاع الحمام خشب. يا ريت يا ريت يا ريت ما تعملوش خشب بجد. ليه بقى؟ علشان خاطر الميه بتبهدله وبيدوب من تحت، ومهما تعملي فيه الميه بتيجي عليه بيبقعه خالص. فنصيحه من اخت عن تجربه، ما تعمليش الباب بتاع الحمام خشب. انا عملته عند محمد فوق الموتيل ايام ما احنا كنا بننقل وبنشتغل هنا في البيت. ابو محمد قال لي يومها ايه يا زهي يعملوا باب الحمام الموتيل، اقول له لا مش هينفع ومش عارفه ايه. فهي كانت غلطه مني بصراحه. فنصيحه من اخت عن تجربه، يعني اللي بيجدد او اللي بيبني بيت جديد او بيجهز لابنه اعملوا الباب بتاع الحمام الموتيل يا جماعه. المونتاج احنا دهناها بدل المره كذا مره، وبرضه تلاقيه دقق من الميه ومهما تمسحيه تحس ان هو ايه مش نظيف.
طبعا انا مش هتكلم كتير في الحمام عشان خاطر ايه؟ الواحد ما يغلطش يقول كلمه ما تنفعش تتقال في الحمام مثلا. انتوا شايفين انا بعمل ايه بقى؟ نمسك بقى ايه يا يوسف؟ احلى حاجه في الليله دي كلها ايه؟ الشطاف ده اهو. ايوه اهو. طبعا بقى ايه، انا غسلت الحيطان كلها والشباك نفضته وخليته زي الفل وغسلت كل حاجه، لسه بس القعده بتاعت الحمام انا غسلها طبعا بعيد عن الفيديو عشان حبايبي برضه ايه هي ما بتحب، يعني مش بتحب ان احنا اغسل القعده وانتوا معايا، فهمسك اغسله كده واخليه زي الفل. خلصت الحمام ونضفته وشويه معطر كده بقى على الفوطه وشويه معطر للحمام. ايه رايك يوسف في الريحه؟ جميل جمال مالش مثال سناجل زي البنزين. يلا بقى تعالوا بقى نخش نجيبها ننضف البوتاجاز. حبايب قلبي شايفين بقى البوتاجاز كل الدهون اللي عليه بدأت تطلع اهي، شايفين اهو. شايفات كده يوسف؟ شايفين الدهون دي يا ولاد اهي. تعالوا بقى نشتغل بقى ايه. اوب ويعني عشان احنا عندنا عمال وعندنا ناس بتشتغل يعني ما نوظفش حاجتنا ابدا، استحاله. شايفين بقى؟ اوب صبحي جاب دم. الله اكبر. طبعا بقى حبايب قلبي الواحد بس 4 شايفين البتاع دخلت بين الضافر وبين اللحم بتاع اللي هي بتاعت الكوشه. اكتر حاجه هي بتتوسخ قوي الكوشه اللي هي اللي في النص ده، مع ان على فكره انا بستعملها يعني بستعملها يعني نارها حلوه وبستعملها حلو. طبعا دي كانت فرش عندي طلعت منها واحده اهي اهي.
هنا بقى حبايب قلبي بقى بعمل ايه؟ بلم كل الصابون اللي على البوتاجاز. عارفين بقى لو انا فاضيه وما ورايش حاجه كنت مسكت خرطوم ميه وانتي ماسكاه منضفاه، بس انا عندي ناس فوق لازم نخلص بسرعه عشان نعمل غدا. يا حسام جوه خليه يروح يجيب لي منديل للمطبخ يا يوسف عشان انضف بقى البوتاجاز احسن من الفوط دي، علشان دي كده مش هتسعفني. حبايب قلبي نضفته بقى كده. هو البوتاجاز ده ما بيلمعش، يعني مش استلس يعني، ده استلس بس مطفي، ما فيش فيه اللمعه اللي هو زي الاستلس اللي كان عندي قبل كده. تمام. تعالوا بقى ايه نخش على الفرن. ده كده نحطه فين؟ على الخط. تعالوا بقى ايه يا ولاد نغسل البوتاجاز من جوه. تعالوا كده يا يوسف، انا هحاول اعمل على قد ما اقدر. بيطلع بسهوله. الاول بتاع الخشنه ده بتاع بتزحلق، مش عارفه ان انا املكها قوي. مش قادره. بتاع بتزحلق. استنى يا يوسف. ايوه امسكها بس عشان بتزحلق من ايدي. هنا بقى زي ما انتم شايفين بقى بمسك الشبكه بقى واغسل الحوامل بتاع البوتاجاز. تعالوا بقى يا حبايب قلبي، خلصت البوتاجاز اهو وغسلت الفرن من جوه. شايفين بقى؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم في النظافه؟ حاولنا نعمل بقدر الامكان ان احنا نوصل للمرحله دي. الله ينور عليك، الله ينور عليك. غسلنا كل حاجه ونظفنا البوتاجاز، وطبعا المعلقه ميه، وبمسك بالمناديل اهو. شايفين بقى؟ انا المناديل بتاعه المطبخ دي بخلصها على البوتاجاز والله. طبعا ديت اللون ده انا كنت في يوم عندي كميه كرنب وحطيت الحله اللي استلس هنا ومليتها ميه، والنار جت على البتاع دي كده لونها احمر كده. هو على فكره عامه انا اي بوتاجاز عندي لازم يجي له عين. اي بوتاجاز عندي لازم يجي له عين وتتحرق يعني. يا بطاطش كده. يعني كان في اول ما بدات الفيديو، في اول ما فتحت القناه دي كان عندي بوتاجاز كريازي. لا كان كريازي ولا يونيفرسال او كريازي حاجه زي كده في الاول خالص. فجاه لقيت برضو حوالين العين الكبيره اتحرقت لوحدها. حتى البوتاجاز اللي على السطح برضو لما جيت اغيره علشان كان محروق برضو، هتلاقوه محروق فوق برضو، جبت الجديد ده اهو برضو اتحرق نفس الموضوع برضو. يا ريت الناس اللي مركزه في حياتي كده وعينها مركزه في حياتي، ارجوكوا الحياه ما عادتش مستحمله والله العظيم. عيون عيون عيون. يلا حبايب قلبي نعمل ايه بقى؟ اولع على الطبيخ بتاعنا عشان خاطر الناس اللي فوق. بس اغير هدومي طبعا عشان غسله الحمام وغسلت البوتاجاز، اغير العبايه بتاعتي ونرجع نعمل طبعا. هنا تعالوا بقى يا حبايب قلبي اولع على الطبيخ. معانا هنا جبت لحمه هسلقها عادي. طبعا انا كنت في يوم شايفه كده سؤال مس اسماء كنت شايفه لها فيديو بتقول يا اولاد انا شفت زاهيه بتحط اللحمه قبل ما الميه تغلي، يعني الميه سخنه اهي بس لسه ما غلتش. هقول لك ليه. انت لو الميه فقست قوي وغلت هتقوم قافله المسام بتاع اللحمه، وهتلاقي اللحمه الدم جوه في قلب اللحمه من جوه، وهتيجي تفتحي اللحمه من جوه كده هتلاقي فيه خيوط دم. اما انت يا ربك الميه تسخن وتبدا تيجي تغلي تنزلي اللحمه، المسام بتاعت اللحمه ما تتقفلش قوي، فكل الدم، بالرغم ان في ناس بيقول لك هو الدم ده الفايده بتاعت اللحمه، لا انا مش بحبها.
فكل الريمه بقى ايه تبدا بقى ايه لما المسام ما تتقفلش قوي على اللحمه، الريمه بقى اللي هي الدم كل اللي في اللحمه دي تطلع، تلاقي الشوربه بتاعتك صفرة. الناس اللي على طول حتى على التيك توك لما باجي اعرض الفيديو يقول لك احنا عايزين نعرف سبب ان لون الشوربه عندك على طول صفرة، فراخ بط لحمه الحاجات دي كلها. ليه بقى؟ بعمل اللحمه زي ما انتم شايفين كده، يا دوبك الميه تبدا ايه تشكشك، اقوم منزله اللحم. بعد كده تيجي تغلي هتلم الريمه كلها، الدم اللي في اللحمه كله هيطلع، اللحمه بتبقى بيضه حلوه من جوه، الشوربه بتبقى بتاعتك صفرة وحلوه وزي العسل. عرفت بقى اهو؟ الاقيني ايدي اتلسعت تاني ده النهارده فيها اصابات يا اختي. والله يا اختي مش انا قلت ارحموني. بقول لكم ايه؟ ارحموني، ما تيجوا بينا ننسى اللي فات. مش هينسوه، هم هيفضلوا لابسين في كتف. تعالوا يا ولاد بقى ايه هنعمل ايه بقى؟ هعمل جنب اللحمه شويه فاصوليا خضراء، انا عملتهم قبل ما ابدا معاكم الفيديو وغسلتهم وخليتهم زي الفل اهو. عملت هنا بصلايه وشويه زيت ونضرب حبه فاصوليا خضراء وشويه رز بشعريه بقى او رز ابيض زي ما هم هيطلبوا. شعريه يا معلم. اعمل رز بشعريه من العندي قبل العندي يا ابو محمد، انت تؤمر وانا عليا الايه؟ تسلمي. حبايب هنا البصله بتاعت الفاصوليا زي ما انتم شايفين اهي. هنزل بقى ايه بالفاصوليا على البصله، وكمان معايا فصين من الثوم اهو، وشويه ملح وفلفل اسود. وكمان معانا شويه سكر. هتقولي طب حاطه سكر ليا زي السكر بيخلي الفاصوليا خضرا معاكم وبتبقى طعمها زي الفل. هنشوح بقى زي ما انتم شايفين الفاصوليا اهي. بعد كده نحط عليها عصير الطماطم. تعالوا برضو اللحمه بتاعتنا اهي انا برضو بقشطها وهي على النار اهي. اي ريمه بقى بتطلع منها كده اهو بنشتغل. هنا بقى احط ايه عصير الطماطم واحط لها ايه شويه صلصه. انت مش عارفه الريحه بتزحلق من كتر الرش اللي احنا رشينه على البوتاجاز بيقوم منعم ايدي الواحد اهو. وهسيب بقى حبايب قلبي ايه الفاصوليا تتسبك مع بعضها كده، وعايزه تزودها بعد كده شوربه تزودها ميه مفيش فيها مشكله خالص. بقى تعالوا بقى بعد ما ظبطت الشوربه واللحمه وغلت دي مش العين بتاعتها شايفين يا ولاد اهي. هنسيبها بقى تكمل السوا بتاعها، وهنشوف برضو الفاصوليا اهي اتسبكت اهي. عايزه تزودها شوربه زوديها، انا ما بزودش الطبيخ عندنا شوربه يا ولاد، هو طبع بقى. وتظبطي الملح بتاعها وتسيبها ايه لما تستوى خالص. وهنعمل احنا شويه رز بشعريه وكده الغدا بتاعنا يا اخواتي. ايه رايكم؟ حطوا لايك بقى للفيديو كده حبايب قلبي. الغدا جهز وخلص، واللحمه هي نحط عليها شويه ملح وفلفل اسود كده. وشايفين شكل الشوربه عامله ازاي؟ ده شكل الشوربه بقى بيبقى لونها اصفر وزي الفل. هما طبعا 3 تنفار وابو محمد معاهم، ده كده 4 تنفار كده. حلو قوي رضا. ده الفيديو بتاع النهارده يا ولاد. اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش لايك وشير للفيديو وكومنتاتكم الحلوه الجميله اللي بتسعدنا. اشوفكم على خير والسلام عليكم.